أسرع وأسهل صينية مسقعة هتعمليها بريحة وطعم زمان بكل التركات والأسرار. مش هتاخد كده 3 دقايق في تحضيرها بمكونات كلها في البيت. عندي هنا أي كمية أو أي عدد من البدنجان، حوالي نص كيلو أو كيلو براحتك جدا. غسلته كويس وقطعته كده ترانشات او حلقات او دواير. طريقة التقطيع هنا حسب رغبتك. النقطة اللي اهم من كده ان انا ارش عليها شوية من الملح عشان البدنجان بيأكسد وبيعمل سمار كده وبيغير لون. نص معلقة من الملح كده صغيرة هرشها عليه عشان ما يسمرش معانا. وبعد كده هحمره عادي جدا في زيت التحمير العادي اللي هو زي البطاطس. هياخد له كده على النار حوالي 7 دقايق 8 دقايق بالكتير. عينيا عليه وهتابعه وهنشوفه كده بعد التحمير. معايا ربع كيلو او نص كيلو من الفلفل الرومي اللي هو بالشكل ده كده، وغسلته كويس جدا تحت الحنفية كده مرتين 3 عشان اي تراب ينزل من عليه. انشفه باي مناديل مطبخ او اي فوطة مطبخ عشان المية اللي عليه دي ما تعملش طرطشة في الزيت وانتي بتحمريه. لازم تنشفيه كويس جدا. ممكن تقسمي الواحدة على 2 وتطلعي منها البذور كده زي ما هوريهولك، وممكن تخليه سليم كده وتديله بس فتحة صغيرة بالسكينة عشان ما يعملش فرقعة في الزيت. نضفت كل كمية الفلفل اللي معايا بالطريقة البسيطة دي. قسمت الواحدة 2 وشلت منها البذر. هنحمره عادي زي البطاطس وزي البدنجان. الفلفل بياخد حوالي 3-4 دقايق، مش كتير، مش بيطول زي البدنجان والبطاطس. حمرت عندي البدنجان بالطريقة البسيطة ديت. شايفين اللون؟ عايزاه لونه جولد ذهبي فاتح كده. مش نغمق اللون عن كده عشان ما يمررش معانا، لازم يبقى لونه اصفر كده. تمام. وحمرت كمان كمية الفلفل اللي عندي بنفس طريقة البدنجان، ما خدش حوالي 3-4 دقايق. عاوزة تزودي بطاطس مكعبات وتحمريها مفيش مشكلة، بس انا استكفيت بس بالبدنجان وكمان الفلفل. حطيت طاسة عندي على النار وبدأت احط فيها 3-4 معالق من الزيت كبار عشان اعمل طشة المسقعة معايا. التومية كده حوالي دقيقتين بالظبط، مش عايزة لونها يغمق عن كده عشان ما تمررش معايا. هما معلقتين 3 كده من الثوم، عليهم قرن فلفل حراق او هريسة شطة حمراء لو عندك. هتحمريهم كده في معلقتين 3 من الزيت، وهننزل عليهم بعصير لتر 1 من الطماطم. بطلها نص معلقة من الملح ونص معلقة على الكزبرة ونص معلقة على الكمون، ونقلب كويس جدا ونسيبها بقى تتسبك حوالي 10 دقايق. وسبكت الطماطم بالطريقة البسيطة ديت، خدت حوالي 10 دقايق بس على النار. جبت عندي الفلفل والبدنجان اللي انا حمرته وهنزل بعد كده بالتسبيكة عليها. شمين بقى الروايح الحلوة في الوقت ده، ريحة الطشة كده بالتقلية حاجة تفتح النفس. هسيبها تغلي حوالي دقيقتين 3 واغطيها بغطا حلة كده عشان البخار اللي طالع ده يطري معايا شوية التسبيكة بالخضار. مش بسيبها تغلي كتير، هما بس دقيقتين 2. لو مش حابة الخطوة ديت بلاش تغليها مرة كمان. الريحة والطعم بتوع الطشة حاجة كده جميلة. شايفين الألوان عاملة ازاي؟ ما قلتلك انا حطيت التسبيكة على الخضار المقلي وحطيتها على النار كده دقيقتين 3 عشان تغلي. بس لو مش عايزة الخطوة دي مفيش مشكلة، ما خدتش 5 دقايق في تحضيرها. المسقعة المصري بريحة وطعم زمان،
بكل أسرارها وتركاتها وإزاي تطلع معاكي مظبوطة جدا. مسقعة المحلات أو المطاعم بتركات بسيطة جدا هتعرفيها هتفرق جدا في الطعم. عارفين سندوتش المسقعة اللي بيتباع مع الفلافل؟ هو ده